صباح الفل والياسمين عليكم. النهارده بقى جايه اقول لكم على اسعار الخضار في ارخص سوق في مصر. اسعار الخضار ليله العيد، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. يلا بينا نشوف اسعار الخضار، ويا ترى ايه الاسعار اللي اتجننت او الخضار اللي اتجنن علينا ليله العيد. لا، عايزه اقول لك اللي كله اتجنن، بسم الله ما شاء الله، يعني مفيش حاجه ما اتجننتش. فيلا نشوف الاسعار عندنا في ارخص سوق في مصر في السيده عائشه، اسمه سوق المنشيه. قولي لي انت عندك كمان نفس الاسعار، ولا الاسعار بتختلف من مكان لمكان، ولا علشان خاطر الموسم كل الخضار غالي؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه بقى طبعا حبيت ان انا ابدا بيها هي الطماطم. جبت كده شويه حلوين من الطماطم يقدوني في درج التلاجة كاستهلاك يومي. جبنه بطماطم، سلطه، حاجات زي كده. دي الطماطم سعرها 8 جنيه، في ب5 بس مش لطيفه خالص، فجبت اللي هي ب8 حلوه كده وجميله وزي الفل. ندخل بقى على الفلفل اللي اتجنن علينا على الاخر خالص، الفلفل الرومي سعره 18 جنيه. حلو كده وجميل وزي الفل، بس مجنون على الاخر، يعني غلب الطماطم كمان، او تفتكري اللي هو ممكن يكون اتعدى منها. سعر الفلفل الرومي عامل 18 جنيه. جبت كمان فلفل حراق، اللي هو الفلفل الحراق دوت كده اللي اهو. الفلفل دوت عامل 20 جنيه، جبت ربع كيلو ب5 جنيه. حلو وجميل وصابح كده، والخضار كله بسم الله ما شاء الله صابح في السوق يعني. تعالي ندخل بقى كده على الفلفل اللي هو بيكون تخين شوية، او ممكن تحشيه يعني زي الفلفل الرومي لو انت هتعملي محشي. ده عامل 18 جنيه اهو. تمام كده تمام. ندخل بقى على البتنجان، والبتنجان الرومي بقى سعره 10 جنيه. 10 سعره 10 جنيه. جبت حوالي كيلو كده اهو. حلو جدا. حاولي ان انت تنقي البتنجانيه الخفيفه علشان خاطر تكون معاكي كويس. الليمون بقى، الليمون سعره طلع 20 جنيه، طبعا انتوا عارفين علشان خاطر الموسم بقى، وكمان الرنجة والفسيخ بقى والعيد والكلام دوت، فسعره طلع 20 جنيه. جبتي ربع كيلو ب5 جنيه. الجزر سعره 8 جنيه. بس انا مش بحب الجزره اللي هي كده، انا بحب الجزره الطويله، بس للاسف ما كانش موجود، فاضطريت ان انا اجيب الجزر ده كده. الولاد بيحبوه قوي وبيكون سهل عليهم في الاكل يعني. الخيار برضو سعره 12 جنيه، ممكن يكون بيختلف من مكان لمكان، لكن انا جايباه ب 12 جنيه. الخيار اللي هي الناشفه مش الطريه الدبلانه، لا صابح. اهو زي ما انت شايفاه كده بسم الله ما شاء الله، والحجم بتاعه مناسب جدا، ما فيش كبير على فكره، كل اللي موجود الحجم بتاعه الحجم ده كده. ده سعر الخيار 12 جنيه. تعالي ندخل كده على الكوسه ونشوف اسعار الكوسه ايه. طبعا انا جايبه كوسه وفلفل وبتنجان عشان هحاول يعني ان انا اعمل لهم كده في العيد واحنا قاعدين اكله محشي، لاني ما عملتهاش في رمضان كتير. دي كده الكوسه سعرها 10 جنيه، حلوه كده وجميله اهي زي ما انت شايفه. البتنجان اللي هو التخليل، بتنجان التخليل او بتنجان العروس دوت، ده سعر الكيلو عامل 8 جنيه. حلو. زي ما انت شايفه كده الحبايه كويسه. انا بحاول ان انا اجيب كله مقاس واحد عشان في طبق التخليل يبقى كله قد بعض، مش ناشفه قوي لا ولا طريه قوي، حجمها مناسب، وكمان صبحه. العنقود اللي فوق ده اخضر، سعره 8 جنيه. ندخل بقى على البتنجان اللي هو المحشي. ده كده البتنجان الحشو او البتنجان الابيض، حلو جدا. كنت دايخه عليه لحد ما لقيته في السوق، يعني جنب البيت عندي ما كانش متوفر، فلما رحت السوق لقيته. سعر البتنجان الحشو عامل 12 جنيه، وحلو وجميل وزي الفل كده، والعنقود بتاعه اخضر، وكله كده بحاول ان انا انقيه مقاس بعض. وطبعا في ناس بتجيبه كبير شويه او اصغر شويه، انا بحب الاصغر شويه، بس للاسف انا ما لقيتش، بس دوت حجمه مناسب برضه، سعره 12 جنيه. ندخل بقى على البصل اللي متجنن علينا على الاخر. البصل اللي انا جايباه ده، تعالي كده اوريهولك، يعني تحسيها اللي هي ايه، بصلايه كده اكبر من الليمونه شويه، يعني اكبر من حجم الليمونه شويه، او ممكن يبقوا قد بعض. البصل ده سعره 12 جنيه. في البصل بقى اللي هو الميني خالص، اللي هو تحسي اللي هو بليه خالص، ب10 جنيه. فانا جبت اللي هو كان موجود عند الراجل، كان عنده اللي هو البليه الصغير الاصغر من ده، يعني شايفه دي اصغر منها، كانت ب10 جنيه، لكن دوت سعره 12 جنيه. بس بعد ما مشيت شويه لقيت في واحد بيبيع بصل كبير اكبر من ده كده، البصلايه الكبيره اللي احنا متعودين عليها، بس سعرها 15 جنيه. بس انا كنت اشتريت 3 كيلو كده عشان يقعدوا معايا. ده
سعره 12 جنيه. وزي ما قلت لك الاصغر من دي ب10 جنيه والكبير خالص ب15. ده كده الخضار ليله العيد. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. يلا اكتبي لي تحت في الكومنتات بتتفرجي عليا منين، والاسعار عندك زي عندي كده ولا في حاجه مختلفه، ويا ترى التجار بتضحك علينا ولا ايه بالظبط. سلام عليكم.